منافسا على مدار. القرعة هي جزء من هذا الحظ، والقرعة اليوم طبعا هي تبقى قرعة في رابطة كرة القدم. أعتقد بأنه مجموعتنا هي مجموعة صعبة كثير، مجموعة الموت. منتخبنا أيضا منتخب قوي. أتصور بأنه إذا تأهلنا هذه المرة على حساب هذه المجموعة نقدر نقول بأن منتخبنا الجزائري حقق إنجاز أكبر من التتويج بكأس مجموعة إذا مجموعة الموت، مجموعة الجزائر. قبل أن أسألك وليد، كما يشير لي زميل بغداد، يلتحق بنا الآن اللاعب الدولي السابق للمنتخب الوطني وأيضا نجم مولودية العاصمة سابقا علي بن شيخ. مرحبا صحف ترك. صحف تركم جميعا، ونحيوا الجماعة كاع اليوم معكم تما، وخاصة مصطفى تونسي. شكرا. إذا علي بن شيخ، تابعت إذا قرعة اليوم، القرعة الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018. المنتخب الوطني في مجموعة ثانية ربما هي الأقوى من بين المجموعات. نظريا المنتخب الوطني مرشح للتأهل إلى مونديال روسيا بالنظر إلى تصنيفه في الفيفا وسيطرته على الساحة الإفريقية في الفترة الأخيرة. هل ممكن أن يتجسد هذا على أرض الواقع حسب رأيك؟ احنا انتم بزاف لهم دوك يقولوا باللي هذا الجروب اللي طحنا فيه جروب تاع الموت وكذا، وانا نقول لا، ماشي الجروب تاع الموت. الجروب اللي صعيب كاع يديك هو اللي فيه واسمها الغابون ومالي كوت ديفوار، هادو في 4 فرق صعاب. ولكن حنايا حنا الجزائر الناس حنا يتقلقوا. انا نقول علاش تقلق ابارتير دي مومون اللي حنا نتكلموا بعد نسرعوا في كلامنا، نقولوا احسن فريق في افريقيا، لا ميور ايكيب اون افريك، لي ليدر اون افريك. ما لازمش لا نخافوا، ولهذا باش نفكر برك الناس هذا الكلام على كل حال. ولكن انا نقول لك بلي احنا الجزائر وكونترير، انا نظن على حسب رايي شخصي هذا، احنا كي طحنا في هذا الجروب، والله الجروب انا لاق بيا، لان نلعبوا هنا مع الكاميرون. عندنا نيجيريا نخرجوا زوج خطرات، نيجيريا وزامبيا. زامبيا ماشي فريق قوي، زامبيا ماهوش فريق قوي، يلعب دفاعيا. احنا عندنا هجوم لا باس عليه، عندنا هجوم روعه، ولكن احنا عندنا مشكل واحد. احنا لازم نتكلموا على الادفيرسير، نتكلموا على نفوسنا. احنا عندنا مشكل في الدفاع، ومام الميليو تيران ناقص شويه، والدفاع تاعنا سيرتو لاك سونترال، باسكو رقم 2 ورقم 3 غلام ما شاء الله. دونك عندنا مشكل احنا في الدفاع. المدرب الجديد هذا اللي يجيبوه لو ان شاء الله يعرف كيفاش ينحي هذا المشكل تاع الدفاع مع الهجوم اللي عندنا. نظن على حساب رايي الكاميرون هنا لازم علينا نربحوها، ولازم علينا نربحوها ماشي ب1-0 ولا، او لازم 1-3 وتروح عندك نيجيريا اللي هما رينوفا ولا ليزون راجوني ليكيب تاعهم. دوك هذيك ملي مات لهم المدرب واللاعبين كبروا، صغروا الفريق تاعهم، ولكن يصغروه اللي ضعيف لا، سي اون ايكيب اللي جون تلعب مليح كرة القدم وعندهم لا فريشور فيزيك. ولكن ابن شيخ سامحني فقط، معروف عن منتخبي الكاميرون ونيجيريا مدرستين كبيرتين يملكان تقاليد في كأس العالم، متعودان على التأهل إلى هذه المحطة كأس العالم. هذين المنتخبين حاليا هما في مرحلة تجديد إن صح القول، والبحث ربما عن نسق جيد تضاهي به هذين أو يضاهي به هذين المنتخبين إفريقيا. لا تعتقد بأن التاريخ الذي تملكه الكاميرون ونيجيريا وأيضا ربما المواهب التي يملكها هذين المنتخبين من شأنهما أن يصعبان نوعا ما من مأمورية الجزائر؟ لا، هي تتكلم عن التاريخ. حقيقة التاريخ كي تشوف الكاميرون راحت 7 خطرات لكأس العالم، ولكن هادو الكاميرون اللي فاتوا السابق حنا قالنا الجزائر تأهلت 4 خطرات، ولكن حنا الفريق اللي عندنا دركا خاصة سيرتو الهجوم اللي عندنا راهو يلعب كمان في فرق قوية في أوروبا، فهمني. دونك هما راهم يصغروا في اللاعبين تاعهم، تسمى يغيروا في اللاعبين تاعهم. ولو الكاميرون شفناها مع فرنسا في الماتش اميكال ودارت مقابلة ما شاء الله، ولهذا انا نقول لك على حساب انا ما نشوفوش
الكاميرون صح سيتي ناسيون تاع بلد تاع كرة القدم. نيجيريا كيف والجزائر كان كيف، ولكن عندنا ان بتيت افونتاج انا على حساب رايي عليهم هما، لان هذه الفرق الافريقيه يخافوا منا دركا، ولا كما يقول لك الامور تقلبت، ولاو دوك الافريقيا يخافوا منا، وهذا سلاح لازم نعرفوا كيفاش نستعملوه. سؤال اخير فقط علي بن شيخ. فوزي غلام الظهير الايسر لنابولي الايطالي والمنتخب الوطني سئل عشيه اليوم وكان له تدخل مع تلفزيون النهار، قال اسالوا الكاميرونيين والنيجيريين عن رايهم في القرعه. قال غلام قال الجماهير الكاميرونيه والنيجيريه هي التي تتخوف من الجزائر. نعم بيان هي اللي تخاف من الجزائر. واش اللي يقول لك؟ هما الكاميرون ونيجيريا وزامبيا هما اللي يخافوا من الجزائر، لان التاريخ يربط بيناتنا. احنا صح في تاريخ الكره اللي بين افريقيا الجزائر والكاميرون كانوا دائما بيناتنا يديروا لنا شويه مشاكل صح، ولكن اليومنا هذا الجزائر راهي في بوزيسيون احسن من هذه الفرق، هما اللي دوك يخافوا منا. ومن بعد احنا اللي لازم قلت لك المدرب على حساب راي المدرب كي يجي لازم يرقع وين احنا رانا ضعاف. ابارتير دو مومون وين لاكس سونترال ويعرف كاش يسقم الوسط الميدان ميليو تيران كما يقولوا، احنا الهجوم ماهوش مشكل، زيد عندنا فونتان اللي زاد جا غزال وبودبوز، دونك عندنا مام لو بون توش لاباس عليه. في حلول اكثر. نعم تمنح حلول للمدرب الجديد. ما فهمتش. قلت لك تمنح حلول للمدرب الجديد بتواجد اسماء في صوره غزال وبودبوز كما ذكرت. بيان سور عنده دوكا عندنا شوف كي تاخذ سليماني عندك ابراهيمي عندك محرز، هذو ما كاع راهم في مستوى لاباس عليه. زاد فغولي واللي فرحت له كي راح الفريق وسط هام، الله يعلم في وسط هام، دوك مورالمون يكون متحضر وموجد ان شاء الله. يزيد يكون عندنا هو وعندك غزال وعندك بودبوز كمان. عندنا من الوسط من لا لين داتاك هذه عندنا بزاف لاعبين مام اللي في الاحتياط كيكونوا. ولهذا وشنو كاينه حاجه واحده اخرى، بعد ما المدرب ان شاء الله يجي ان شاء الله مدرب في مستوى ويعرف يرقع هاد النقائص هادو، كاينه حاجه واحده في افريقيا لازم يلعبوا كيما يقولوا بكلام الشارع قلب ورب، ماشي واحد يفتش فيها رجله، واحد يبدا يخمم على مش عارف واش وكذا. هذه افريقيا فيها سخانه. ويقول لك مصطفى لعبنا في زومبيا كيفاش ضربوه هو لتما، والشعب لي زونغلو ساكسون هذو قباح على لي فرانكوفون. دونك لافريك سي با لازم تروح معهم بالحراره والانتيليجونس. طيب وان شاء الله الجزائر انا نشوفها تفوز ان شاء الله. ان شاء الله. منتخبنا ايضا منتخب قوي. اتصور بانه اذا تاهلنا هذه المره على حساب هذه المجموعه نقدر نقول بان منتخبنا الجزائري حقق انجاز اكبر من التتويج بكاس افريقيا، لانه التتويج بكاس افريقيا لن تفوز على زامبيا والكاميرون ونيجيريا لكي تتوج بكاس افريقيا، ولا واحد في العالم توج بكاس افريقيا على حساب هذه المنتخبات الثلاث. اتصور بانه مواجهه هذه المنتخبات اعتقد بانه محفز جدا بالنسبه الينا، تروبيك سيتون كما يقال في اللغه الفنيه لكره القدم. القرعه هي قرعه، طبعا احنا كنا نتمناه شيء اخر، ولكن مثل ما قال واحد من ضيوفك لا اذكر من قال بانه مواجهه المنتخبات الكبيره ايضا كنا دائما نقول بان منتخبنا يتاهل على منتخبات صغيره، الان سيواجه منتخبات كبيره. انا اتصور بانه سيكون متحفز جدا، والمنتخبات الاخرى الثلاثه هي التي ستخاف من البدايه. طبعا امام الكاميرون ونيجيريا وزامبيا، هل حظوظ المنتخب الجزائري كبيره بهذه الاسماء، علما بان المنتخب الجزائري الان بدون مدرب فتره قصيره ربما الى الذهاب الى مونديال روسيا؟ هل متعلق الان بجلب مدرب كبير لهذا المنتخب، خاصه ان المنتخبات التي ستواجهها من العيار الثقيل ايضا يلزمها مدرب كبير؟ ما رايك؟ اولا الان من الصعب عليك الحصول على مدرب كبير الان، وبالتالي من الصعب على الجزائر ان تحصل على مدرب كبير اليوم، لانه انا لو كنت مدرب مثلا كبير ولا صغير اخاف ان اشرف على المنتخب الجزائري بعد عمليه القرعه هذه وحده. يعني انا لست مطمئن ولست متاكد، اخاف ان اشرف على المنتخب الجزائري بعد عمليه القرعه هذه وحده. يعني انا لست مطمئن ولست متاكد من التاهل امام هذه المجموعه. ثانيا الامر غير مرتبط فقط بالمدرب، الامر مرتبط بمعطيات اخرى تعرفها كاين على المستوى الافريقي. طبعا من حسن حظنا ان التصفيه تبدا في اكتوبر، يعني اللاعبين يكونوا
في اوج عطائهم في افضل احوالهم لا تبدا في شهر سبتمبر وانما في شهر اكتوبر ونوفمبر، وبعدين المباريات الاربعه الاخرى فيما بعد. الامر ليس مرتبط بالمدرب، ممكن ياتيك مورينيو كمدرب ولكنك لن تتاهل امام هذه المنتخبات، وممكن ايضا ان ياتيك مدرب مغمور وتتاهل على حساب هذه المجموعه. نعم، بالنسبة للمجموعات الأخرى حفيد الراجي طبعا في عجال طبعا المنتخب التونسي أمام المنتخب الليبي والكونغو الديمقراطية وغينيا، نظرتك؟ منتخب تونسي محظوظ في هذه المجموعة على كل حال، ولو أنه الكونغو فريق قوي جدا، غينيا أيضا تلعب كرة كويسة، ليبيا ستكون كأنه حصان رابع